ووضعنا بقى صعب شديد، والناس فلان مشى تهريب ليبيا قبضوه وباعوه، وفي الاصل ما رجع، ما معروف هسه حي ولا ميت. شروطنا واضحه، بنربطكم كلكم مع بعض وبنتحرك من نقيف. زول مات، زول وقع، حصلت اي حاجه نحن بنقيف تاني. كمان المويه ذاتها بسيطه وقعدت مع الجاز، عشان الواحد يشرب منها ذاته امر صعب، حاجه متعبه، ولو شربت ذاته تمرض. الحرب دي وقت بدت انا كنت نايم. صحاني ابوي بخلعه كده، قال لي الحرب قامت واتصل شوف اخوك الصغير، لانه هو كان مشى الخرطوم عشان يجيب حاجات للعيد. نحن اصلا ساكنين دار السلام ومدرمان. كانت حاجه صعبه يعني، اصلا انا صايم والدنيا رمضان واخبار الحرب. طوالي مشيت فتحت الفيس وقلت بحاول اتصل على اخوي، انت وين والحاصل جنبكم شنو. كانت الاوضاع صعبه شديد يعني. اخوي ذاته علق وبيت يومين هناك في السوق العربي، لانه الكباري قفلت وما قدر يتحرك. ما بنقدر نعرف الحاصل شنو يعني. بنسمع انه تفتح الفيس تسمع انه الحرب خلاص قربت، باقي لها ساعتين ثلاثة. تسمع تاني من حتة تانية يقول لك 3-4 يوم اسبوع. كنا بنسمع صوت الطيران، القاعدة العسكرية جنبنا ما بعيدة مننا، وبنسمع صوت الرصاص بعيد كده على جهات سوق قندهار وسوق ليبيا والحتات دي. وبرضو الاهالي والناس اللي بيجوا من هناك بيحكوا لنا القصص، انه شفنا وحاصل وانه في ناس ميتين وكده. كانت حاجة صعبة شديد يعني، لأنه إحنا ذاته جنبنا الإشلاك بتاع الجيش، فده بيحكي لنا اللي هو خاله في الجيش أو أبوه، يحكي لنا إنه الأوضاع كويسة وبعد يوم يومين بتخلص وكده يعني. أسبوع أسبوعين بتنتهي. بس تبين سنة وحاجة. الكهرباء قطعت، ولما الكهرباء تقطع بتقطع مع الموية. هنا الأوضاع بقت صعبة. بعد شوية بقينا نقف صف بالساعات للعيش، ونمشي مسافات طويلة عشان نجيب دقيق ونجيب حاجات الأكل. اليوم اللي بعده البغالات قفلت، الأفران ما شغالة، موية قاطعة، ما في موية. هنا يا داب بدينا نفكر في انه نحن نعمل شنو، لانه الجيران ذاتهم بدوا يطلعوا. نحن اوضاعنا ما بتساعد بالقدر الكبير انه نمشي مصر. الوالد كان رافض تماما لفكره الطلعه، لانه في الاشلاك الجنبنا طوالي ناس الجيش ده صديق العمر يعني، هو في الجيش وقاعد في احدى المعسكرات، كان بيطمنه انه الموضوع ده ما بياخد كتير، اليوم يومين وال10 يوم بقت شهرين، ووضعنا بقى صعب شديد. الاكل فيه تلتله والشراب فيه تلتله وكده يعني، ما عارفين نعمل شنو. ففي النهايه بعد كلام وشكل وكده في البيت قررنا انه نطلع. الوقت تاك مصر خلاص بقت الصفوف طويله والايجارات غاليه، ونحن ما عندنا قروش قدر دي. معارف ابوي واصحابه واسي بيوتهم مليانه نازحين او مؤجرين او كده، ما بنقدر نمشي نقعد فيها، واصلا ما عندنا جوازات وما كان التجديد فاتح ولا اي حاجه. قررنا انه افضل خيار لقيناه هو اننا نمشي ليبيا. وكنا نحن برضه بنسمع يعني بالاخبار انه الناس اللي بيمشوا ليبيا والوضع ده خطر، وممكن هناك يبيعوا الناس لعصابات التهريب، وشفنا الفيديوهات. إن دفعنا لهم مالا رفضنا، لكنهم أقنعوا البعض بالسفر، وفعلا تم ترحيلهم بالسيارات، وعلمنا بعد حين أنهم خدعوهم وأنهم لم يصلوا إلى ليبيا. وعندنا كم نفر من في الحله اللي قدامنا كده يعني، المربع اللي قدامنا والبعديه، وانه بيحكوا القصص دي، والناس فلان مشى تهريب ليبيا قبضوه وباعوه، واللي اهله دفعوا فيه فديه، وفي الاصلا ما رجع، ما معروف هسه حي ولا ميت. على رأسها الفقر بيزيد من الهشاشة، وبيزيد من الاحتمالية الوقوع كضحية لجريمة الإتجار بالبشر. يعني قررنا انه خلاص حنمشي ليبيا، لنا عشان نسافر لازم نصل الفاشر. فسألنا السؤال، فصاحب ابوي ده طمن انه اصلا المسؤولين من الحي دي هم ناس جبريل، حركة جبريل، بيعرفوا الشوارع وكده، وهم موجودين في نفس الخط حقنا ده والكلام ده، وطمنونا يعني انه ما بتجينا عوجة وبنصل، والتكلفة بسيطة يعني. لو قعدنا هنا حنموت جوع، ما في حاجة، الأسواق قفلت، الحاجات انتهت، موية ما في شيء بدينا غير إنه نحن نطلع. ماشيين بالشارع إلا وتجي طيارة هليكوبتر. أنا هنا خشيت في صدمة، من الصدمة أنا بقيت جاري. عيننا الزنكية قلنا ندسور تحت الزنكية على أساس إنه الزنكية تحمينا. طيارة وين دار رصاص، يعني الزنك ده هيعمل لنا حاجة؟ جاتنا عربية كبيرة
فيها دفار شيلنا فيه العفش بتاعنا وحاجاتنا. الشوارع فاضية والناس كلها خايفة. لما وصلنا طريق أم درمان الغربي. وصلنا هناك كان في ارتكاز بتاع الجيش وتعبنا معاهم شديد، لأنه يعني أول حاجة نحن من الغرب وكده، فاعتبرونا إنه نحن ممكن نكون تبع المتمردين، يعني تبع الدعم السريع، وقعد يسألونا إنه نحن العفش دي جبنا من وين، وإن احتمال نكون سرقناه. وحتى أخوي الصغير برضو يعني استجوبوه وسألوه إنه أنت شكلك لجان مقاومة، وشكلك أنت من الناس اللي كنتوا يعني بتنبذونا وكده. خلونا نفتح الفيس والواتساب، شافوا الجروبات وشافوا الصور والحاجات كلها يعني، وفتشونا حاجاتنا دي كلها فتشوها. خلونا العفش ده جزء كبير ننزله في الأرض، فتشوه كله وتاني خلونا نشيله. يعني تعبنا معاهم، أخرونا شديد، وفي النهاية برضو إلا دفعنا رشاوي وقروش عشان نقدر تطلع. بعديها نحن لما طلعنا من حتاتهم ديك لاقينا كذا ارتكاز أو كم ارتكاز بتاع دعم سريع. ارتكازات الدعم السريع دي ما يتعرضوا لنا، لأنه معانا السايق الدفار هو أصلا تبع ناس جبريل، وكان بورين بطاقته وكده، والوقت داك ناس جبريل كانوا محايدين يعني وكده، فما سألونا، خلونا نمشي ساي وورونا إنه قدام لما تمشوا الارتكاز تقول لهم نحن تبع ناس فلان وناس كده، وبيخلوكم تمشوا. الطريق كان طويل يعني، أخذنا حوالي 4 يوم حتى وصلنا الفاشر. كانت رحلة صعبة شديد، تعبنا فيها جدا جدا، ونحن أسرة شوية كبيرة، وأمي وأبوي ناس كبار وعندهم أمراض مزمنة وكده. يعني ركبنا تاتشيرات المرة دي عسكرية تماما، والناس اللي راكبين فيها لابسين زي عسكري تماما يتبعوا لحركة جبريل بنوصلكم كده يعني لحد ما وصلنا حتة خلا. يا داب هناك قام لمونا نحن كذا كم أسرة مع بعض، وهنا ورونا إنه نحن عندنا شروطنا واضحة، بنربطكم كلكم مع بعض وبنتحرك ما بنقيف. لو في زول مات، زول وقع، حصلت أي حاجة نحن بنقيف تاني. دي هي الحاجة الأولى. وما بشيلوا معاهم موية كتيرة، يعني عليه إنه نحن عددية كبيرة، ممكن نكون 16 أو 17 نفر في نفس التاتشر، ناس كبار وأطفال وكده. كمان الموية ذاتها بسيطة وقعدت مع الجاز، بقت عشان الواحد يشرب منها ذاته أمر صعب، حاجة متعبة، ولو شربت ذاته تمرض. والطريق ذاته ونحن ماشيين فيه كانت يعني المناظر صعبة شديد. شفنا عربات مقلوبة ومحروقة، وشفنا ناس ميتين وجثث موقعة، يعني ناس ميتين ساي وكده. وحتى ذاته في التاتشر الثاني اللي معانا في زول كبير كده مات اتوفى. ويعني احنا لما وصلنا حتة منطقة معينة كده ما عارفين دي ذاته وين، مين في صحراء، وقفنا ودفناه في الصحراء ديك. بس وصلنا منطقة قال لنا دي نحن حدنا معاكم هنا، بيجوكم ناس تانيين. اللحظات اللي بدينا نتذكر فيها كل القصص بتاعت التهريب وبيع الناس واستغلالهم وكده. المجموعة جاياكم دي تبع ناس مناوي، وبرضو أهلنا وبلدياتنا وبوصلوكم. وكانوا ناس شوية صعبين، يعني شوية صعبين، وكلامهم ذاته صعب، وشايلين أسلحة وما بيتكلموا كتير، بس بيقول لك اركب وبيربطك، ولا بيهتم انه ربطك صح ولا ربطك غلط، ربطك من رجلك ولا ما قادر تتنفس، ما فارقة معاهم. لازم ندفع قروش زيادة، نحن لازم ندفع يا هم ما حيسوقونا، لأن الأسرة شوية كبيرة وما عندنا قروش، وأمي اضطرت يعني تطلع خاتم الذهب حقها ودتهم له. يعني راكبة جنبنا بنتها صغيرة ماتت من السخانة، يعني كانت حاجة صعبة شديد، والموية كانت انتهت وما في موية وتوفت. أخذنا لنا زي يومين لحد ما وصلنا طرابلس، كانت فترة صعبة شديد. لما وصلنا طرابلس لقينا هناك سودانيين ورونا نمشي وين ونقعد كيف ونأجر وين، والحمد لله على كل حال. ونحن يا أخواسي الحمد لله إنه وصلنا. بقينا بعد في الحالة الثانية نشتغل كيف وناكل من وين ونعمل شنو، لأنه خلاص في الرحلة دي بعنا الورانا والقدامنا وكل شيء، وما فضل لنا حاجة. يعني حتى العفش اللي جينا به ذاته بعنا جزء منه عشان نقدر نسكن ونقدر نعيش ونعمل الحاجات.